في القرن السادس عشر كانت البحر الأبيض المتوسط ساحة لصراعات مريرة بين القوى الأوروبية والإمبراطورية العثمانية. في قلب هذه الصراعات برز اسم خير الدين بيبروس، المعروف باسم بيبروس، الذي أصبح رمزاً للقوة البحرية والشجاعة. ولد في جزيرة ميديلي عام 1478 وكان له تأثير كبير على مصير شمال إفريقيا. نشأ بيبروس في عائلة تاجر، وكان يظهر منذ صغره حماسة للمغامرة والبحر. برزت موهبته في الصيد البحري، وسرعان ما انتقل إلى الحياة البحرية، حيث انضم إلى أخيه عروج الذي كان قائداً بحرياً. في هذه الفترة تعرضت المدن الساحلية الجزائرية للاحتلال من قبل القوى الأوروبية، مما دفع بيبروس إلى اتخاذ قرار بتغيير مصيره ومصير وطنه. في عام 1510 قام بيبروس بالهجوم على سفينة إسبانية كبيرة، وأظهر شجاعة فائقة وبراعة في التخطيط. انتصاره في هذه المعركة جعل منه قائداً محورياً في شمال إفريقيا، مما جذب إليه المزيد من المجندين. تركزت جهوده على مكافحة القرصنة الإسبانية والبرتغالية التي كانت تهدد التجارة البحرية في المنطقة. بعد عدة معارك، وفي عام 1516 قاد بيبروس حملته لتحرير الجزائر من الاحتلال الإسباني. كانت هذه المعركة نقطة تحول في حياته، حيث استعاد السيطرة على المدينة وأعاد الأمن للشعب الجزائري. كان حماس السكان المحليين ورغبتهم في التحرر دافعاً قوياً بيبروس، الذي أصبح قائداً شعبياً يحتفى به. مع مرور الوقت أصبح بيبروس رمزاً للقوة البحرية، حيث أسس أسطولاً قوياً للقرصنة. خلال معركة أزمور عام 1541 هزم بيبروس القوات البرتغالية التي حاولت السيطرة على المدينة، مما زاد من شعبيته وأصبح يعتبر بطلاً وطنياً. استمرت انتصاراته واستطاع بفضل مهاراته الاستراتيجية أن يسقط العديد من المدن الساحلية التي كانت تحت سيطرة الاحتلال. على الرغم من العديد من المعارك الصعبة، أظهر بيبروس براعة في قيادته الاستراتيجية، مستخدماً تكتيكات مبتكرة لمواجهة أعدائه. أسطوله البحري أصبح من أقوى الأساطيل في البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يتحدى السفن الأوروبية الكبيرة وينتصر عليها في معارك ملحمية. توفي بيبروس في عام 1546، ولكن إرثه بقي حياً في قلوب الناس. أصبح رمزاً للحرية والمقاومة في وجه الاستعمار. بفضل شجاعته وقيادته، تمكن بيبروس من تغيير موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط، وأصبح بطلاً شعبياً في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري. بيبروس ليس مجرد قرصان أو قائد بحري، بل هو رمز للكرامة والشجاعة. قاد بلاده في أوقات صعبة، وترك وراءه إرثاً غنياً من البطولات والنضال من أجل الحرية. في كل مدينة ساحلية في الجزائر يذكر بيبروس كأحد أعظم الشخصيات في التاريخ، بفضل انتصاراته التي ساهمت في تشكيل التاريخ البحري للمنطقة.